من يسكن الروح كيف القلب ينساه. وأبطال مسلسلنا مستحيل يفرقهم حاجة غير القدر. أهلا بيكم في ملخص جديد من مسلسل العشق. أحداثنا النهاردة قوية جدا وفيها مفاجآت كتير، فكملوا معانا الملخص للنهاية. وقبل ما نبدأ ما ننساش نحط لايك للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. قلنا ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. بتبدأ الأحداث بظهور جان وهو بيختبر حب كرم لشبنام بإنه يمضي شرط تنازله عن ميراث شبنام وعيلتها. شبنام بتراقبهم من بعيد لكن كرم ما بيهتمش وبيمضي على الشرط وبيخرج بره المكتب. بتفرح جدا شبنام وبتقول لأخوها إنها متأكدة من حب كرم ليها، لكن جان كان باين على وشه علامات القلق وعدم الثقة فيه. بعدها دخلت نيسان وعرفت باللي حصل. بنشوف عذراء بتعتذر لكرم عن اللي عملته، بس هو ما قبلش اعتذارها وقال لها ان الاعتذار ما بيغيرش حاجة. بعدين بتيجي شبنام وبتستأذن عذراء انها تاخد حبيبها كرم 5 دقايق. جمعت الناس واعلنت خطوبتها هي وكرم. كانت بتشوفهم عذراء اللي كانت حزينة جدا وما قدرتش تستحمل المنظر وخرجت بره الفيلا تعيط. شافها جان وسألها عن سبب عياطها ولبسها الجاكيت بتاعه لأن الجو برد، بس عذراء قلعته بسرعة وقالت له إن مفيش حاجة مضايقاها وسابته ودخلت تاني. في الوقت ده جت إيجا وسألت جان عن اللي حصل. قال لها إن كرم وقع بس لسه برضه مش واثق فيه، وطلب منها إنها تيجي معاه الجزيرة يقضوا كام يوم هناك. بعد ما خلصت الحفلة بنشوف عذراء بتنادي على كرم وبتقوله إن هو لازم يسامحها وإنها اتحملت كتير، بس كرم قطعها وقال لها إن هي خلصت كل حاجة بينهم لما أجهضت ابنه. أما سمرة بتكون قاعدة على النت وبتشوف صور كرم وشبنام بيحتفلوا بخطوبتهم وكل الجرايد والمواقع منزلاها، وهكان كمان بيشوف الصور وبيكون متضايق جدا، على عكس أرهان اللي فرح لما شاف صورهم وحس إن خلاص قرب ياخد فلوس الدين اللي كان متدين بيه الوالد كرم. أما عذراء فكانت قاعدة عند ميليس ومامتها وسمرة راحوا لها علشان افتكروها زعلانة، بس عذراء قالت لهم إنها مش زعلانة وإن هو غصب عنه عمل كده. اتنرفزت مامتها وزعلت وخدت سمرة ومشيوا. بنشوف كرم روح البيت لقى مامته عرفت كل حاجة لأن خالته اتصلت عليها وحكت لها. زعلت جدا وقالت له إن هما كده هيتفضحوا قدام الناس وهتكون محرجة من الناس لأنه كده بيبيع عذراء اللي استنته 5 سنين وبيتجوز واحدة تانية علشان الفلوس. فهمها كرم إن هو بيتجوزها علشان الدين علشان أبوه وعشان حاجة تاني أهم وهي سعادتها، وإن سبب أمل شبنام في الحياة هو حبها لكرم. بنرجع لعذراء وميليس اللي بتتفاجئ من كلام مامة عذراء إن كرم هيتجوز شبنام. حاولت عذراء تفهمها الموضوع لكن ميليس اتضايقت وقالت لها إن هما كده بيستغلوا شبنام المسكينة علشان فلوسها وعلشان مرضها، وقالت لها إن دايما قلبها كان طيب وإن هو ما كانش قاسي بالشكل ده. اتضايقت عذراء وسابتها ومشيت. أما هكان فبعت لواحد صاحبه يعرف له كل أخبار كرم ويجيب له تقرير عن كل معلوماته. بنشوف عذراء بعد ما مشيت من عند ميليس افتكرت ذكرياتها الجميلة مع كرم والمكان اللي اتقابلوا فيه أول مرة. بعدها كانت جاية تمشي بس لقت كرم في وشها واتكلموا وقال لها إن هو زعلان منها بس مش قادر يفكر في حد غيرها وإنه بيحبها جدا، واتفقوا إن هما يقضوا الليلة مع بعض. بنيجي لجان وإيجا اللي كانوا مقضيين اليوم مع بعض في الجزيرة وبتسأله عن عذراء اللي لافته انتباهه قوي كده، وبيقول لها إنها بنت جميلة وجذابة وإنها زي مامته في حاجات كتير باختلاف التعليم والثقافة. وقال لها كمان إن مامته كانت بسيطة في الأول بس علشان هي شاطرة فحطت خطة وصلتها للي هي فيه وبقت من أهم سيدات المجتمع. أما كرم وعذراء اللي كانوا مع بعض في البيت فجأة موبايل كرم بيرن وكانت شبنام. كرم رد عليها بس هي حست إن هو بيكلمها بأسلوب رسمي وطلبت منه إن هو يكلمها عادي. قالت له إن هما يتقابلوا علشان يشوفوا تجهيزات الفرح اللي هي متحمسة ليه جدا. وبعد ما قفلت معاه رنت على عذراء وقالت لها إنها تيجي معاها بكرة علشان تختار معاها فستان الفرح، أو وافقت عذراء. بعدها كان رن على شبنام وما كانتش مسجلة رقمه فردت عليه. قال لها إن هو عايزها في حاجة مهمة بس هي رفضت وقالت له إنها مش عايزة تتكلم معاه تاني ولا تسمع صوته. اتضايق هكان وراح لهم البيت علشان يقول لهم باللي عرفوا عن كرم. طلب يشوف نيسان وجان علشان يعترف لهم ويقول لهم. وبعد ما عرفت نيسان كلمت كرم وقالت له يعدي عليها على مكتبها علشان تقوله على حاجة مهمة.
كرم عدى على نيسان في المكتب وقالت له إنها عرفت معلومات على إنه اشتغل مع المافيا. اتوتر كرم في الأول، وبعدين قال لها إن والده كان عليه دين كبير قوي وإن هو مش ذنبه، فكتبت له نيسان شيك وقالت له يسدد ديونه وكمان يشتري لبنتها خاتم شيك جدا. قالت له إنها وثقت فيه علشان هو مضى على الاتفاقية، وإنها اتأكدت إن هو مش بيستغل شبنام. وأخد كرم الشيك وراح عند أورهان وإداله الفلوس، وأخد السندات اللي كان كاتبها على والده. أما شبنام بنشوفها هي وعذراء ونيسان وكانوا بيختاروا فستان الفرح. كانت شبنام في قمة سعادتها واختارت فستان يليق بيها، وطبعا عذراء كانت زعلانة جدا بس كانت بتحاول تخفي زعلها. أما كرم فكان عند محل المجوهرات علشان يشتري الخاتم لشبنام، وافتكر لما كان مع عذراء وما كانش معاه فلوس يشتري لها الخاتم اللي كان نفسها فيه، وطلب من صاحب المحل ينقي أغلى خاتم موجود عنده. بنشوف شبنام راحت بيت كرم من غير ما يعرف علشان تعمل مفاجأة لوالدته، وجابت لها بوكيه ورد. قالت لها إنها كانت عايزة تشوفها من زمان، بس كرم كان قايل لها إنها تعبانة. استقبلت أم كرم شبنام بس ما كانتش مبسوطة. قعدوا يتكلموا وفجأة جه كرم، ولما جه مامته استأذنت علشان تدخل تنام علشان هي مش عايزة تقعد معاهم. شبنام اعتذرت لكرم وقالت له إنها كانت فاكرة إن مامته هتفرح بيها علشان شافتها، بس كرم بيكدب عليها وبيقول لها إن من ساعة موت والده ومامته ما كانتش بتحب تشوف ولا تزور أي حد. وبعدين طلع كرم من جيبه الخاتم وفاجئ شبنام ولبسها الخاتم. هنشوف نيسان وجاني اللي كان بيتخانق معاها علشان سددت دين كرم، وإنها قالت له إن أهم حاجة سعادة بنتها وإن كرم ملوش ذنب في دين والده. اتضايق جدا جان وقال لها إن هو من الأول ما كانش واثق فيه، وإن أكيد وراه مصيبة وإنهم كمان هيصرفوا عليه وهيتعود على كده. أما كرم بيدخل على مامته وهي بتصلي وطلب منها إنها تسامحه لأن ما باليد حيلة وهما مجبرين على الوضع ده، وإنه مش بيستغل شبنام علشان فلوسها بس، هو غرضه إنها تتعالج من المرض. وطلب من مامته إنها تحضر فرحه علشان محدش يتكلم عليهم، بس مامته للأسف رفضت. بنيجي بعدها العذراء اللي كانت بتدخل الحمام كل شوية وبترجع، ومامتها لاحظت وسألتها عن سبب تعبها، وردت عذراء كالعادة إن عندها دور برد، بس مامتها مرتاحتش لأنها عارفة إن الأعراض دي بتكون على الأغلب حمل. بعدها عذراء قالت لها إنها تروح عيد ميلاد صاحبتها ومشيت. وبنشوف بعدها شبنام في الفرح وهي بتقول لعذراء إنها تستعجل العريس. عذراء لما نزلت لكرم طلبت منه إن لما المأذون يقول له هل تقبل بيها يقول نعم ويبص عليها هي مش على شبنام، علشان تفضل فاكرة إن كرم بيحبها ومنساهاش في ولا لحظة حتى وهو بيتجوز. وكرم بيوافق. نزلوا علشان يكتبوا الكتاب، وعذراء كانت شاهدة وبتتفاجئ بوجود أورهان في الفرح وكمان هو شاهد. من الناحية التانية مامة عذراء كلمت سمرة وقالت لها إنها شاكة إن عذراء حامل، واتصلت على ميليس علشان تتأكد من الخبر، وميليس أكدت لها إن فعلا عذراء حامل. ولما عرفت اتنرفزت وقررت إنها هتروح فرح كرم وتفضحه قدام الناس إن هو تخلى عن بنتها علشان يتجوز البنت الغنية. حاولت سمرة توقفها بس ما قدرتش، وهم في الطريق كان في حد عامل حادثة فأخرهم. بعدها قررت أم عذراء تتمشى لحد الفرح هي وسمرة، ولما وصلوا الفرح رفض الأمن يدخلهم علشان مش معاهم دعوة ولا اسمهم مكتوب. وبالصدفة لقوا عذراء نازلة اللي كانوا مفكرينها في عيد ميلاد صاحبتها، وأخدتهم على البيت وقالت لهم إنها هتفهمهم كل حاجة. أما أورهان فسلم على شبنام وكرم، وشبنام كانت حاسة إنها شافته قبل كده، وجه أخوها قال لها إن ده اللي شافوه قبل كده لما كانوا في الكافيه وهو نفس الشخص اللي اتخانق معاه كرم. وكرم فهمها إن أورهان قريبه من عيلة باباه، بس هي زعلت إن هو ما قالهاش عليه قبل كده. بعدها أورهان مشي وجان نزل وراه وقاله إن لازم يقوله هو مين وإيه علاقته بكرم، وإنه مش مصدق كلامه، وإن هيجي يوم ويكشف سرهم. أورهان بعد ما مشي راح لبيت كرم واللي ما كانش موجود غير أم كرم فيه، وقال لها تلبس علشان هيوديها مكان، بس هي رفضت. ولما رفع عليها السلاح نزلت معاه وداها المقابر وقال لها تقول مين اللي اسمه مكتوب، واتضح إنها مامته اللي أم كرم اتجوزت جوزها زمان. وبالسبب ده أم أورهان ماتت صغيرة في السن بسبب إنها عاشت مقهورة على جوزها اللي أخدته واحدة تانية. أم كرم اعتذرت لأورهان وقالت له إنها ندمانة طول عمرها بسبب الذنب ده، وإنه لو عايز يقتل حد يقتلها هي، بس أهم حاجة ابنها يكون بخير. قال لها إن هو هينتقم لوالدته وليه هو كمان. أما في الأوتيل كرم بيفتكر عذراء وبيقعد يعيط
وصحيت شبنام وشافته، وكانت فاكرة إن هو بيعيط بسبب موتها، وإنه افتكر كلامها وهي بتقوله إنها مش هتلحق تقضي وقت معاه ولا حتى تربي أولادهم. تاني يوم رنت عذراء على كرم وقالت له إنها لازم تقابله ضروري. رفض في الأول وبعدين نزل علشان يقابلها، ولما قابل عذراء لقاها زعلانة جدا بسبب إن هو ما قالهاش إن هو سدد الدين، وكانت مفكرة إن هو حب شبنام وعايز يعيش حياته معاها. فقالت له إن هو يطلقها ويتجوزوا، بس هو طلب منها إنها تصبر لحد ما تتعالج علشان حرام هو يظلمها وتموت ولازم يقف جنبها. لكن عذراء اعترفت لكرم إنها لسه حامل وإنها شايلة ابنه في بطنها. اتصدم كرم من اللي سمعه، بس برضه كان عند موقفه إن هو مش هينفع يبيع شبنام في تعبها. اتضايقت عذراء وقررت إنها تقول لشبنام على اللعبة كلها. حاول يوقفها كرم بس معرفش وسابته ومشيت. مشي وراها لحد ما لقى شبنام فجأة. سألته إن هو بيعمل إيه، قال لها إن هو كان بيجيب لها ورد. قعدوا مع بعض وكانوا بيفطروا، وشافتهم عذراء وكانت جاية تقول لها على كل حاجة. طبعا كرم كان قلقان جدا، بس عذراء غيرت رأيها وما قالت لهاش حاجة. بنشوف عذراء خرجت وكانت ماشية وحست إنها تعبت فجأة وأغمى عليها. في نفس الوقت شبنام تعبت وأغمى عليها، وأخدها كرم عند الدكتور وطلب منها إنها ما تتحركش من المستشفى. بس طبعا علشان شبنام ما بتحبش المستشفى طلبت إنها تتعالج في البيت، ووافق الدكتور. أما عذراء فالناس وصلوها المستشفى، وكانت مامتها وسمرة معاها، وكانت في حالة هستيرية بسبب إنها كانت خايفة على ابنها. ولما رجعت البيت كسرت كل صور كرم وقطعت كل صورهم مع بعض. بعدها نيسان وجان كانوا بيفطروا، وكانت متضايقة جدا نيسان علشان كان في خبر اتنشر إن كرم كان متداين بمبلغ كبير، وكانت نيسان خايفة على سمعة العيلة والفضيحة قدام الناس. وبنشوف مامة كرم جات لعذراء علشان تعتذر لها على اللي عمله ابنها، وإنها كانت هتتبرى منه بسبب اللي عمله. بس عذراء قالت لها إن الموضوع انتهى، وإنها عملت عملية إجهاض للجنين علشان ما يكونش فيه حاجة تربطها بكرم. نزلت مامة كرم وقابلتها أم عذراء وتعصبت عليها، وقالت لها إنها مش عايزة تشوف وشها تاني وكفاية المشاكل اللي بتجيلهم منها. أما نيسان فكانت في مكتبها وبلغها السكرتير إن الشركة رفضت عرضهم بسبب التأخير، واللي كان مسؤول عن الصفقة دي هي إيجا. عاقبتها نيسان علشان قلة اهتمامها بالموضوع وإنها ما بعتتش للشركة وضيعت عليهم الصفقة. وإيجا كانت بتدافع عن نفسها وبتقول إنها بعتتهم، بس في الحقيقة هي كانت مع جان ونسيت تبعتهم. بعد ما خرجت إيجا من مكتب نيسان كلمها هكان في التليفون وطلب يقابلها علشان حاجة مهمة. كرم روح بيته لقى مامته كانت لسه جاية من عند عذراء وقالت له إنها عملت إجهاض. اتصدم كرم وكلم عذراء في الموبايل وسألته إذا كان اعترف لشبنام ولا لأ، ولما عرفت إن هو ما اعترفش قفلت في وشه السكة. نزل كرم من البيت وقابل صديقه اللي كان زعلان منه علشان عمل فرحه وما عزموش، وكرم اعتذر له وقال له إن الفرح جه فجأة، وركب العربية بسرعة راح بيت عذراء. لكن مامتها رفضت تدخله واتعصبت عليه وقفلت الباب في وشه. بعدها نادى عليها من البلكونة وقال لها تتراجع عن اللي بتفكر فيه وما تأذيش نفسها. بتقابل إيجا هكان اللي طلب منها إنها تعرف كل اللي بيحصل في البيت وتقوله عليه، وإنه ما كانش يعرف إن شبنام كانت مريضة، وأكيد كرم بيستغلها علشان كده هو حابب يقف جنبها. بعدها بنشوفهم بيتعشوا كلهم، وبعد ما خلصوا طلبت نيسان من كرم إن هو يغير من نفسه خالص ويلبس زي ما هما بيلبسوا ويتغير من جوه ومن بره. وبالفعل اشترت له مجموعة أطقم كتير، وكمان قالت له لازم يكون عنده عربية خاصة بيه. خلته يتدرب في الشركة بتاعتها ونصحته إن هو يستخدم عقله وهو هيوصله لأعلى الأماكن. وطبعا التغيير ده علشان محدش يفكر إن كرم مش من مستواهم، وعلشان الخبر اللي اتكتب في الجرايد وسمعة العيلة. ميليس جت تقعد مع عذراء شوية وتعتذر لها على اللي هي قالته لها وإنها اتعصبت عليها، وعذراء قبلت اعتذارها وبعدها استأذنتها لأنها لازم تروح الدرس علشان المدير ما يطردهاش. بعد التغيير اللي حصل لكرم، شبنام وكرم كانوا خارجين وقابلوا عذراء اللي بتعزمها شبنام على أكلة سمك وهي بتوافق. بعدها عذراء راحت درس التدريب، واللي كان مستنيها هناك هو جان، وعزمها برضو على العشاء، بس هي قالت له إن شبنام عزمها الأول فبعد ما تخلص هتعدي عليه. شبنام ونيسان كانوا قاعدين مع بعض، وجان كان عامل لهم مفاجأة بس هما مش عارفين هي ايه. فجأة لقوا عذراء داخلة هي وجان واتفاجئوا بيها. في نفس الوقت الخدامة نادت على كرم علشان يجي يتعشى معاهم، وبينزل كرم
وبيتفاجئ إن عذراء موجودة وكمان بترقص مع جان. يا ترى كرم هيتصرف إزاي؟ وعذراء ناوية تعمل إيه مع جان؟ كل الأسئلة دي هتلاقوا إجابتها في الملخص اللي جاي، ومفاجآت كتير في أحداث المسلسل هتتغير. ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وعايزين الملخص اللي جاي إمتى. وقبل ما نقفل ما ننساش نحط لايك للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، أو اللي ما شافش الأجزاء اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو.